بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. دي أول فكرة من أفكار السحور. يا رب رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. كل سنة وانتم بألف خير. ربنا يخليكم ويخليلكم حبايبكم يا رب، ويصبرني على فراق أمي. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة بالله عليكم. ده أول سحور، ده جلاش. أنا هعمل جلاش بالجبنة، سهل وبسيط، عشان مش من أول يوم بقى فول وبيض وحاجات تقيلة. لأ، صيام سهل السنة دي، يعني اليوم قصير، مش محتاجين حاجات تقيلة. ده أول حاجة، جبت الجلاش. دي لفة جلاش، وأنا كنت لفاها كويس عشان ما تنشفش. بعدين فردتها على صينية، وجبت جبنة سايلة اللي هي جبنة الكاسات العادية دي. يعني كل واحد حسب اللي هو عايزها. يعني حد كان عايز الجبنة السايلة، بعمل له منها. خلاص. بعدين اول حاجه بدهن الجلاش بالزبده من جميع الجهات. دي زبده فلاحي جميله، بتخلي الجلاش حلو قوي، وانا مسيحاها. كل واحد حسب ما بيطلب. يعني في حد كان عايز جبنه رومي، عملت له. والله ما بتاخدش جبن كتير. وبعدين بتستوي على البوتاجاز عادي. بنهدي النار على الطاسه وبنحطها. في بيغطوا، في ما بيغطوا. يعني مرة اغطيها مرة ما اغطيهاش، على حسب برضو. يعني اللي بيبقى فيها جبنة رومي بتحتاج انها تتغطى، عشان الجبنة الرومي تشد فيها وتمط فيها، وتبقى زي الموتزاريلا يعني. وانما الجبنة البيضاء او الجبنة السايلة مش بتحتاج ان انا اغطي الطاسة خالص. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. احلى حاجة الصلاة على النبي، بتنور كل اللي انتوا عايزينه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده يا حبايبي بندهن كل لفة بالزبدة من جميع الجهات. بعدين بنحطها نسويها على النار. بس اهم حاجة بعد ما نطلعها ونحطها في طبق، ان احنا نغطيها. يعني انا دلوقتي هطلع وهغطيها، عشان لو سيبناها ممكن في الهوا بتنشف. زي ما يكون او هو ني برضو، لو سيبناه في الهوا بينشف لو ملفناهوش. بس انا عشان ايدي فيه وشغالة على طول، يعني بحط اسوي على النار واعمل غيرها، عشان كده مش بيلحق ينشف معايا. دي برضو الجبنة السايلة. دي كانت ليا انا اللي بحب الجبنة كده. نطبقها زي المربع بالظبط، وكل جهة نطبقها نحط فيها الزبدة. زبدة بس، مفيهاش اي حاجة تانية. لما بنبقى عايزين نعملها فطيرة مشلتتة، انتوا عارفين بنحط معاها زبادي وبيكنج باودر ولبن، وبنقلبها كويس، وبنحط برضو زبدة. انما دي عادية جدا بالجبنة بس. دي فكرة جميلة والله للسحور، حلوة جدا. دي بالجبنة الرومي والبيضة بتاعت بنوتي. بصوا انا بغطي اللي خلص علشان ما ينشفش، لو سبته كده مكشوف هينشف. دي بنوتي بنظبط الفطيرة بتاعتها. وبعدين فكرة سحور جميلة، ولا بتشربوا مية كتير ولا اي حاجة. نعمل الفطاير وبعد كوباية شاي سادة، مش شاي بلبن، كمان شاي سادة. حلوة جدا جدا، وبسيطة ومش مكلفة ومشبعة. حلوة. حبيت ابتدي لكم رمضان بفكرة. هي فطاير الجلاش مش فكرة جديدة، بس الفكرة نفسها في التوقيت، ان احنا نسحر بيها اول يوم رمضان. دي حلاوتها يعني. بحاول اظبط المربع كويس عشان ما تبقاش ملخبطه والجبنه تطلع منها. ياه، نفسي اسالكوا وتردوا عليا. جهزتوا ايه للفطار بكره؟ انا جهزت فطار جميل. انزل لكم الفيديو وتشوفوه معايا. بس انا عارفه اغلب الشعب المصري مجهز نفس الفطار اللي انا مجهزاه. الراعي الرسمي لاول يوم من رمضان اكيد عارفينه. طبعا كان في عندي جلاش متقطع بقى، انتوا عارفين اي لفه بيبقى فيها كده، ونشفت شويه، رحت حطاها في النص ومعاها الجبنه. طبعا ولا هتطلع ولا هيبان. اهي دي طريقه التسويه. انا بدهن الطاسه بالفرشه بحته زبده صغيره يعني. وفي ناس بتحب تحط زيت برضو، حلو جميل، بيبقى سهل. في ناس عايزاه خفيف مش عايزه زبده. الزيت برضو حلو، بس الزيت نهدي النار قوي قوي عشان ممكن يتحرق.
الفطاير ممكن تتحرق بسبب الزيت. وبعدين احنا مش بنقليها يعني، بنحط حاجات بسيطة قوي 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 بالفرشة، فبرضه مش هتحسوا بيها. ادي سحورنا، حطيت كل واحد زيتونتين صغنطاطين علشان ما يعطشوش يعني، والفطاير اللي بالجبنة. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. ايه رأيكم في المفرش بتاع الترابيزة؟ رمز من رموز رمضان. اغلب الشعب المصري برضو حاططها. كل سنة وانتوا طيبين.